بسم الله. لك بني ادم. خاطفين 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 طفل، اقسم بالله شفت شو. لك حموده لك الله ولك هذا شو عم تسوي عند شفت شخصين كان لابسين اسود. حلو. اخذوني ما وصحيت لقيتهم انتوا قدامي كانوا عم يمسكوني. وين اختفى؟ لك يا اوقات اطلعوا لا تلكن. اوكي يا ابطال مغامرين، الحمد لله رب العالمين قدرنا نطلع على اخر ثانية من هذاك المكان، بس ولكن الغريب اللي شفته يا رحال طلع من ايدك طاقة غريبة. كيف؟ يا ابطال مثل ما شفتم الرحال طلعوا على ايديه. يا ابطال الرحال وقت عمل هيك للغوريلا طاف. مصطفى والله شيء طلع على ايديه. والله شيء غريب. يا ابطال اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو رايكم باللي صار. الرحال لسه فيه طاقه من الجن. راسي كثير عم بوجعني على فكره. يا ابطال نفوت بموضوعنا التالي. الطفل هذا هو هلا راح نحقق معاه قدامكم، ناخذ كل التفاصيل منه، بلكي بنقدر نحاول نرجعه لاهله. عم تسمعني؟ احكي اسمك. شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ راشد. من وين انت يا راشد؟ من سوريا. من سوريا؟ ساكن بالسعودية. ساكن بالسعوديه. لك شو جابوا لهون؟ انت بتعرف وين نحن هلا؟ بتعرف نحن هلا باي دوله؟ بالسعودية. لا يا الله يا الله يا ابطال. حبيبي احكي لي انت شو صار معك؟ انت شو صار معك لحتى شفناك مع الجن هدول؟ شو صار؟ احكي للناس. أنا كنت ماشي أنا ورفقاتي ايوه. جنب الجبانة. جنب الجبانه. جنب المقبرة. مقبره. وشفت شخصين كان عم بيطلع صوت. حلو. شفت شخصين كان لابسين اسود. حلو. اخذوني ما وصحيت لقيتهم انتوا قدامي كانوا عم يمسكوني. الله اكبر يا ابطال، مثل ما انكم شايفين عم بيقول انه هو ورفاقه كانوا ماشيين بطريق المقبره، ولكن سمع صوت راشد وحمل حاله وراح راشد ليسمع هذا الصوت منين جاي، ولكن راشد فجأة يا ابطال اثنين اجوا اخذوا من وراه واختفى وما عاد ذكر شيء. هدول اكيد مثل ما قلت لك، هدول هن بيروحوا بينقوا الاطفال الصغار في بس فئه معينه بياخذوها من البشر لحتى يقدموها قربان لهم. طب انت بتتذكر شي شفت حدا من هدول اللي خطفوه او غير هدول الجان؟ هدول اللي شفت غيرهم؟ شفت واحد راسه كتير كبير ختيار ليكون نفسه هذا اللي حكيت لك عليه. والله العظيم كان يا ابطال هذا نفسه اللي حكى لي عليه، كان الرحال. حبيبي انت بتعرف حالك وين؟ أنا بالسعودية. حبيبي نحن طول بالك نحن بتركيا. نحن بتركيا؟ ماما بابا. رحال يا طبعا مثل ما انتم شايفين طايرين الدرون نحن. ليك عم يطلع لنا صوت؟ انتبه من الحيط هذا. في حدا عدى يا ابطال، اقسم بالله كان في حدا عدى. للي ما بيعرف هي فيها حساس حراري، يعني مجرد اي حركه فورا على طول بيعطي صوت.
جيت يا اخوي والله. لك حمودة، لك الله، ولك هذا شو عم تسوي لك عاد تشتري فيه. شوف لك يا اوغاد ياكل انتبه 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 حتى مد الدنيا حتى الدنيا في معك غير وينه؟ تعال ابحث عليه. اخي اخي لك اخي يا ربي لك لك اختفى اخي لك يا ايها الاوغاد والله العظيم لا اقتلون لا اختفوا لك كان اخي هون كان اخي هون اختفى لك يا اوغاد اطلعوا لا اقتلكم. خلينا نفوت هاي الغرفة. حميد انتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق. مصطفى خلينا نطلع من هون نروح نجيب بس شو رح نعمل؟ بس شوف هون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولك حتى اسمع بدك تروح جمع عليك. مات؟ جيب الكاميرا جيب الكاميرا يا ابطال يا ابطال يا ابطال اختفى اخي بس ولكن هذا منين طلع؟ ليك هذا هو للاسف ما ضل ضوء بس لك هذا هو رحال. شو نتصرف هلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين اجا؟ اوكي يا ابطال هلا صار دور بجوز في بعض الناس ما فهمت من هذا الفيديو كتير اللي صار بس ولكن هلا راح احكي لكم بالتفاصيل شو اللي صار. اغلبكم هلا راح يقول لي شو صار مع الطفل السعودي. يا جماعة الخير هذا الطفل هو سوري بس ولكن انولد في السعودية ومقيم في السعودية واهله في السعودية بس ولكن الولد مو متذكر غير انه اسمه راشد. وانا اللي علي اني انا اخذت هذا الطفل حطيته في بيتي يومين وبعد منا اخذته للمشفى والشرطة هي تكفلت اموره. فيا ابطال هي بالنسبة للطفل. فالناس اللي عم تسألني شو صار بالطفل، الطفل هيك صار فيه. زائد يا ابطال شفتوا للأسف اخي انخطف بسبب اني انا قتلت الجني الاحمر الخبيث وحرقته انا والرحال. وفوق منا اني انا اخذت كنزهم فهن استنفروا وعملوا علي مثل عصابة وخطفوا اخي لينتقموا مني. انا مثل ما قتلت الجني الاحمر اللي هو اخوه للجني الاخضر فالجني الاخضر قرر يقتل اخي بس ولكن هذا الندل ما راح يفلت في عملته وشو ما صار يصير. فانا ما راح اتخلى عن اخي وراح استرجعه باذن الله. وهلا راح اترككم بموضوع جدا 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 ضايقني وان شاء الله بلكي برد التار. راح خليكم هلا مع الاصوات اللي بعت لي اياها اخي من موقع الخطف. اسمعوا شو حكالي وراح خبركم هلا شو راح اعمل. مصطفى حكيني مصطفى ضربوني على راسي واخذوني حكيني. لك يا مصطفى عم يقتلوا العالم قدامي يا مصطفى حكيني ضروري. لخطفوني هذول جماعة الجن الأحمر منتجع الجن الأحمر اليوم بدهم يقتلوني ويعدموني. وينك انت حكيني بسرعة حكيني بدهم يقتلوني وبعدين بدهم يجوا يقتلوك. وينك انت بسرعة يا مصطفى؟ محل تحت الأرض ما بعرف فين بسرعة حكيني منيح ما أخذوني جهاز
وينك انت مصطفى؟ بسرعة ما لك، بسرعة يا مصطفى رد علي، لك راح يقتلوني اليوم، راح ينتقموا منك لانه انت قتلت الجن الاحمر واخذت كنزا. بسرعة رد علي تا خلصني يا مصطفى. ما بحسن احكي يا مصطفى مشان اذا حدا اجى، بس بسرعة يا مصطفى رد. لك يا مصطفى راح يقتلوني اليوم، لك تعال انقذني تعال، الله يوفقك بسرعة. لك راح يجوا ها بسرعة الله يخليك. لك دي يا مصطفى طلع وين حاطيني بمكان ضيق، ما عم بحسن اتحرك ابدا، الله يوفقك راح يجوا دي بسرعة تخلصني. ما بعرف شو هالمكان تحت الارض وضيق كتير. بسرعة يا مصطفى بسرعة الله يوفقك بسرعة، بدهم يموتوني. مثل ما شفتوا يا ابطال اللي حكى لي انه هو مخطوف بمكان بعيد، لكن انا يا ابطال قدرت اعرف انه هو لساته بنفس الموقع مثل ما شفتوا انتم صورت لكم. لكن انا اللي عرفته من قصة اخي انه هو لساته بنفس الموقع اللي خطفوه عليه، لانه انا بطيارة الدرون قدرت ان انا اشوفه بس، ولكن وقت رحت لا اشوفه واقدر احرره شفته فجأة اختفى، وفجأة طلع هذا الغوريلا علينا وهاجمنا وقدرنا نتخلص منه ونمشي. ولكن هذا الغوريلا أول مرة بشوفه يا أبطال، أول مرة. كيف طلع ومين اللي جابه وشو قصته بالضبط ما بعرف. إن شاء الله بلكي مع الأيام الجاي رح نعرف. لكن هلا اللي رح أعمله إني أنا هلا رح أتوجه فوريا لحرر أخي، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بلكي بقدر. فادعوا لي تحت بالكومنتات وادعوا للطفل إنه يوصل لأهله. شفتوا اعترافاته شفتوا شو حكى، وإن شاء الله إذا في كمان ناس تاني هني خاطفينا بإذن الله رح أحررهم مع أخي. بحبكم كتير كتير كتير، دعواتكم لأخي دعواتكم إلي إن شاء الله يا أبطال إن أنا أقدر حرر أخي وآخذ بالتار بفضل الله ثم بفضلكم دعواتكم. نشوفكم الفيديو الجاي واستنوا الفيديو القادم رح يكون نار.